اوكي. مساء الخير. عنوان الفيديو اليوم راح يكون عن امتحان كتنس بروفونج بزاكسون مع الدكتور محمد علي. مساء الخير دكتور. مساء النور، يا هلا. حبيب قلبي، الف مبروك نجاحك بكتنس بروفونج بظن الاسبوع الماضي او بشي 10 ايام. ها بمنتصف الشهر الماضي ب15 شهر، بس يعني تقريبا هي اكثر من 10 ايام بشوي. اوكي، ان شاء الله الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. حبيب قلبي، اليوم نحن رح نحكي عن الامتحان، سواء يعني سير الامتحان بداية من لما نملدن على الامتحان، سير الامتحان، سير امتحانك بالخصوص، شو أقسام الامتحان، بالنهاية للحصول على الأبروباتسيون. بس قبل ما نبدأ بالكلام فينا نحكي بس ولو بإيجاز عن دكتور محمد علي كتعريف يعني. أه اسمي محمد علي. انا من سوريا، دارس بجامعة تشرين، تخرجت بنهاية 2019. بعد منها عملت اختصاص سنة بالعينية بسوريا بالمشفى الوطني، ووصلت على ألمانيا بتاريخ 15/1/2022، يعني تقريبا من سنتين. تمام. عملت الفachsprach prüfung تبعي ب 15/8/2022. بعد منها بشهرين بلشت شغل بريها كلينيكوم نيرولوجي. وطبعا خلال فترة الشغل كنت بانتظار موعد الامتحان الكنتنسه بروفونج، وعملت فحص الكنتنسه بروفونج ب 15/11/2023، والحمد لله تيسرت الامور. حاليا انا عم اختص عينيه بلايبزيج. حلو حلو، كتير كتير حلو. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني كمان بعد كان في موجة من الرسوب سواء بالفخ او كتنس بروفونج، وانت الله اكبر اول مره فخ نجحت، اول مره كتنس بروفونج، يعني شيء كتير الله اكبر يشهد له يعني. لله. الحمد لله. اوكي، فخلينا نبدا. بدايه، شو كيف ملدنت على الكتنس بروفونج على الامتحان؟ يعني سواء بتتملدن اوتوماتيكي ولا انت ملدنت، شو الاوراق المطلوبه وهالاشياء. هلا بعد ما نجحت بالفاخ، بعد تقريبا بشي 3 اسابيع وصلني بشايد مع البيروفس ايرلاوبنس. بالبشايد كان مكتوب فيه انه كتبت لي وقتها الساحبه اي بايترن تبعي، كتبت لي انه انا ملدنتك مباشره على على الكنتنسه بروفونج، وفتره الانتظار بتتراوح بين 12 ل 14 شهر. تمام. بعد فترة كنت عم بشتغل، فكان في عندي زميلة بالشغل، بس هي مو من سوريا، هي من إيران. فقالت لي انه هي اتصلت مع الموظفه تبعها وسجلتها على الفحص. فانا رجعت تواصلت مع موظفتي، قالت لي لا، انا ملدنتك اوتوماتيكيا بمجرد اوكي. نجاحك في الفاخ، وما طلبت مني اي اوراق ابدا. اوكي. آه، بعدين فترة الانتظار طبعا كانت فترة انتظار صراحة بالنسبة لي طويلة شوي، كانت تقريبا سنة وشهر، 13 شهر. اوكي. مقارنة مع زملاء تانيين قدموا الفحص خلال، يعني اجاهم موعد خلال 10 شهور او 11 شهر. اوكي. بس كمان بيلعب دور انه بفترة شهر 7 وشهر 8 ما كانوا عم يعملوا اي امتحانات، صح مثل صح. كانت فترة كان في أولى للجامعة. كان في انتخابات نقابه كمان هذه الفتره. تماما. امم. فكان وقفوا شهرين، يمكن هذا الموضوع لعب دور بتاخر امتحاني. بعد منها بتاريخ 23/10 بيوصلني اول ايميل من الموظفه باللاندس دايركسيون، بالمسؤوله عن امتحانات الكنتنسه، غير الموظفه تماما الاساسيه تماما. بالدايركسيون. نحن بعتت فينا ننوه على نقطة إنه نحن بعد ما يجينا البيروف تماما بيبعثوا لنا فاتورة إقفال الملف، يعني نحن بينتهي ملفنا بقى بمركز التعديل. هلا الفكره، انا حاليا هسه اليوم وصلتني شهاده النجاح بالفحص، الابروباسيون لسه ما وصلني، لا فما لا، عندي محكي بعد البيروف، لما بعد الفاخ عفوا، بيبعثوا لنا واحنا الفاتورة إنه هي فاتورة الملف، وبعدها ما وقت بتواصل معك موظف لاند دايركتور ما. تماما. ابدا. انا تواصلت معهم لانه خلال هالفتره غيرت مكان اقامتي، فبس خبرتها للموظفه انه انا تغير العنوان تبعي. تمام. بس بعد منها لا، ابدا ما كان في اي تواصل. تمام. بعدين ب 23/10/2023 وصلني ايميل، انه مكتوب بالايميل انه انت فحصك بتاريخ 15/11، وبعثوا لي بالايميل انه لازم ادفع مبلغ الفحص اللي هو 500 يورو، وبعثوا لي كمان شو الفاخ الثالث، كونه دائما في انغ ميديسين شيروجي وفاخ ثالث. تمام. فبعثوا لي وقتها انه الفاخ الثالث كان انستيزيولوجي تخدير. أوكي. فانا يعني عرفت قيمه الموعد تبعي. فبلشت هون يعني اخذت اورلاوب من الشغل، وقعدت ركزت على الفحص. بعدين
بعد تقريبا او قبل الفحص بشي 12 13 يوم اجاني البريف انه الفحص وين اللجنه، شو الساعه، وكل التفاصيل اللي بتتعلق بالفحص، كيف سير الفحص رح يكون. اوكي. هلا بعض العالم عم يجيهم كان هالبريف هذا انه مين اللجنه عم تجيهم قبل ب7 ايام، انا بعثوا لي قبل ب 10 ل 12 يوم تقريبا. حلو. فلما اجاني انه وين اللجنه تبعي، ساعتها ضبطت اموري، بلشت دراسه بروتوكولات، وبتاريخ 15/11 رحت على الفحص. الفحص كان بإيرلابرون، تقريبا باقصى جنوب شرق زاكسن، يعني بيبعد عن حدود التشيك شي نص ساعه او اقل. تمام. يعني احنا تماما موعد الامتحان بيخبرونا حوالي قبل شهر، ولكن اللجنه قبل اسبوع او 12 يوم. موعد الامتحان قبل ب3 اسابيع، ما سمعت حدا اجى قبل بشهر صراحه. اوكي. ب3 اسابيع، واللجنه عموما بين الاسبوع بتجي، يعني بيجي وين اللجنه تبعك قبل اسبوع ل10 ايام. تمام حلو الكلام. اوكي، فنحن عرفنا هلا كيف نحن بنحصل على الموعد، المصاري اللي لازم ندفعها، اول وقت الانتظار، هالكلام كله. وصلنا عند الامتحان، خلينا نحكي اول شيء عن سير الامتحان، اقسامه، بعدين سير الامتحان اللي إلك بالخصوص، بعدين نحكي عن مصادر الدراسه. هلا سير الامتحان عموما دائما ببلش ب Untersuchung او اوفنامه كامله لمريض. بيجي المريض لعندك، طبعا هنهم بيكونوا مضبطين انه وين بغرفه فحص او كذا. بيجي المريض، فبتبلش بدك تاخذ منه انامنيزه، اذا في عنده 4A كانكونجن، يعني كل التفاصيل. تمام. بعد منها بتبلش بالكörperliche Untersuchung. وبعد ما تخلص الكörperliche Untersuchung في بيكون انامنيزي بوغن، او بدك تكتب ايبيكريزه مختصره عن المريض، شو الانامنيزي تبعه، شو الفور اي كرانكونجن، شو شفت بالكörperliche Untersuchung، شو الفرداخت دياجنوزه، شو الدياجنوستيك اللي بتحب تعملها، وشو الثيرابي اللي بتقترحه. تقريبا الموضوع انا ما بياخذ معك صفحتين، يعني بالكثير صفحتين، ما بدهم اكثر من هيك اصلا. اوكي. هالقسم هذا بيستغرق بين الساعتين ونص ل3 ساعات. اوكي. ايه، هي فتره صراحه طويله نسبيا. امم. انه بتكون انه مرتاح، يعني في معك وقت منيح تخلص فحص كامل وتخلص الابيكريزه وتتاكد من كل شيء. كثير حلو. منا بيكون في باوزه. خلينا نحكي، خلينا نفصل شوي صغير بكل قسم. اوكي، هذا القسم عباره عن 3 ساعات نحن قلنا. 3 ساعات فيها انامنيزه، كربلش تمام. تزوخم، بعدين تشخيص. ابيكريزه. طيب اوكي. بيتركوك انت لوحدك مع المريض، ما بيكون عندك اي رقابه. الموضوع مختلف من بروفة لبروفة تاني. انا يعني هاي بحكيها بشكل خاص عن فحصي. انا البروفة تبعي تركني اوكي. لحالي. يعني مر اول شيء قعد معي 5 دقائق لما بلشت احكي مع المريض. اجى لعندي بعد ساعة ونص تقريبا. كنت وقتها انا مخلص الكوربرليشو انتزوخونج وعم بكتب الابيكريزا. بعدين اجى لعندي بعد ساعتين ونص، قال لي انه هلا فينا بنروح. بالمقارنه مع يعني كان في 2 بروفا ثانيين مع 2 بروفيلينج ثانيين ضلوا معهم كل الوقت. اوكي تمام. وكمان بدنا نحن نحكي عن فرق كتير مهم للناس اللي قدموا الفاخ، انه هون الانامنيزي مع شخص ومريض حقيقي، غير اللي كنا ناخذه طبعا هون بدأ الواحد ياخذ انامنيزي كامله، يكتب انامنيزي كامله. مو بس تكتب الاكتوالي انامنيزي، بدك تكتب منها الكوربرليشي untersuchungs بفندق. يعني تمام. بدي اكتب انا سمعت المريض كذا وكذا. فالواحد هلا اللي بيشتغلوا عموما اللي بدهم يشتغلوا بمشافي بعد اللي على البيروف، يعني بدي يكون الموضوع كثير سهل بالنسبه لهم، لانه راح يكتبوا كثير كوربرليشي untersuchungs بفندق. امانه هالقضيه. بعدين بتكتب الدياجنوستيك المقترحه تبعك، انه والله انا بدي اعمل مثلا ايكاجي، سونوغرافي، ام ار تي هو، وبعدين الثيرابي المقترح بناء على الفرداخ الدياجنوزي تبعك. اوكي، فخلينا نحكي كمان، خطي بس صغيره لورا، انتم كم شخص تجوا على الامتحان وكيف بيتم تقسيمكم كمان؟ كنا 3. بلش وصلنا تقريبا كلياتنا شيء 8 ونص 9 الا ربع. كان الفحص ببلش الساعه 9. الساعه 9 اخذنا الفورزيتس تبع الامتحان اللي هو الانترنست. قعدنا قسمنا على كانوا 3 بروفا ونحن 3 الممتحنين. قلنا فلان مع الفاحص الفلاني، فلان معي، وفلان مع الفاحص الثاني.
تمام. كل واحد منكم هلا بيروح مع الفاحص تبعه، فهنن بياخذوك على غرفه المريض او بياخذوك على غرفه الانتزوخung، حسب يعني بتختلف القصه. ومو شتاتسون واحد يعني وانت ممكن تكون عند مريض صدريه، الثاني عند مريض هضميه. أنا الستاسيون اللي كنت فيها كانت إنيغا ميديسين، وكانت الفيلة تبعي إنيغا ميديسين. بالمقارنة اللي كانوا معي واحد منهم كانت الحالة تبعه هوف تي اي بي اللي هي اورثوبيدي. اوكي الثالث كان بالانتنسيف ستاسيون. اوكي تمام، فهمانك. اوكي خلصنا كان نحن اول قسم. بالنسبه للقسم الثاني هلا القسم بعدين بيجي في باوزة مدتها شيء نص ساعة أو تمام ساعة. تمام. بعدين ببلش بيسموه الكنتنسي بروفونج، اللي هو عبارة عن بتقعد قدام اللجنة وببلشوا يطرحوا عليك الأسئلة. مو لوحدك ولا ثلاثكم؟ لوحدك بتكون اوكي بالدوري. بيفوت الاول ساعه، الثاني ساعه، الثالث ساعه. اوكي هلا هو كمان بيختلف شوي الموضوع حسب انهم بيشوفوك كيف ماشي بالفحص. اذا ماشي كثير منيح بيطولوا معك زياده، لانه بيصيروا بيسالوك اكثر. تمام. اللي قبل مثلا انا ضل تقريبا شي 50 دقيقه، انا ضل تركوني ساعه وربع. يعني انا اوكي والله تركوني ساعه وربع. حلو. بعد ما تخلص الاسئله، يعني بيسالوك من كل شيء بيخطر على بالك ممكن تنسال فيه. بعد من بالحالة نفسها اللي انت اخذتها من المريض اول شيء ببلش الفحص بيقولوا لك انه stellen Sie vor bitte der Fall، انه احكي لنا عن المريض، شو الفرداخ دياجنوزه كذا كذا كذا. بعدين بقى ببلشوا يطرحوا عليك اسئله بتتعلق فيه للمريض. اوكي سؤال بيكونوا بس، بعدين بقى بيفوتوا بامراض ثانيه، بامور ثانيه. انا مثلا يعني فرجوني اي كا جي، قيم الاي كا جي، فرجوني صوره جشت انفال، شو هي اللي شايفه. شو اسا كمان فرجوني صورة رأس، إنه صورة وجه مصورين مريضة عندها شيء اسمه البرونز ديابيتس أو بسموه السكري البرونزي. وبعد منها بقى الأورثوبيديا والأنفالشيروجية، فرجاني صور سي تي، ام ار تي، رونتجن. هلا انا صراحه كثير ركزوا لي على موضوع النيرولوجي، كون اشتغلت سنه فانا كان 50% من الفحص نيرولوجي. حلو كثير حلو انه بيحترموا هيك شيء، بيراعوا هيك شيء يعني. ايه هلا صراحه هن كانوا عم يعتبروها مثل كانه هلفه لإلي، بس يعني انه بالنهايه انت مشتغل. انا اشتغلت بالفروري هاشتاسيون اللي هي تعتبر اكوت كرانكن هاوس، فانا شفت كثير عن انك مثلا اذا بنشتغل بنسميها الفازه سي او الفازه دي اللي هي بتكون ريحه يعني. تمام. وبعد ما خلصوا كل الاسئله تبعهم بيقولوا لك اطلع انتظر لنا دقيقتين برا. بهذا القسم انت قلت في الطالب الثالث كان طبيب تخدير، سألك تخدير ولا كل واحد سألك بشيء ولا كيف كان الأمر؟ تخدير ما سألني تخدير، يعني إنه ما فات معي بتفاصيل تخدير. سألني على متلازمة كثير، يعني هي نادرة المتلازمة، بس سألني عنها. ووقتها سألني عنها كان عم بيقول لي أنا ما عم أسألك لحتى قيمك، أنا عم أسألك لشوفك إذا بتعرفها ولا لا. بس اما تخدير ما كثير. يعني سالني اكثر شيء نوتفال ميديسين اكثر من انه تخدير. اوكي تخدير ومثلا شو بنعطي بروبوفول او اوكي التفاصيل. حلو اوكي. بعدين او قديش بعد هي ما في مدة محددة لهذا القسم تماما، هن قديش بيمشوا؟ نفترض انها تكون ساعه. طيب اوكي. اكثر بشوي اقل بشوي حسب بقى. تشتهي اوكي. بعدين بعد ساعه بتطلع بيقولوا لك انه اطلع انتظرنا برا شوي. فهن يعني غالبا بحسب سير الفحص بيكونوا مقررين انه يعني لا، بعد دقيقتين ثلاثه بيرجعوا بيفوتوك وبيقولوا لك النتيجه تبعك. اوكي بس عباره عن قسمين يعني. ايه هو الفحص قسمين ما في اوكي تمام. اوكي حكينا. اوكي فينا نحكي انه حكينا عباره عن قسمين. القسم الاول اللي غالبا فينا نقول القصه اللي رح تاخذها المريض. القسم الثاني رح تكون امتحانك مع الاثنين. اول براكتش، القسم الثاني تيوريتش كمان زيهم. اوكي طب فينا نحكي مثلا هلا عن سير امتحانك انت، شو الحاله اللي اجتك سواء بالقسم الاول وبالقسم الثاني، اذا في شيء مميز ان سالوك يعني في حالتك؟ عن سير امتحاني انا رحت مع انا كان انه كنت مع الفورزيتس تبع البرويفونج اللي هو انترنست. اخذني على ستاسيون الانترنت ميديسين. فتنا على غرفه الارتس سيما، فيها هي غرفه انتزوخونج. فقال لي انه في عندنا مريض اجى امبارح بالليل عنه بالنوت فال او لا، اجى كايبرفايزو من الهاوس ارتس تبعه، عنده دروك شميرسن باوخ دروك شميرسن.
وفي عنا هو وقتها صراحة قال لي في عنا فردحت إنه ديفيرتيكولوزا. اوكي حلو. فبدي اياك هلا تاخذ انامنيزي كامله منه، تعمل له فحص كامل، ويعني تعمل كل شيء ممكن، يعني تعمل له او مثل ما بنسميها اوفنامه كامله للمريض. طيب اوكي. صح الاكتي تبع المريض، صراحه الاكتي تبع المريض ما كان فيها شيء، كان فيها تخطيط قلب امم. وبس. اوكي. لأن كانوا عاملين له اوفنامه باليوم اللي قبل، فما في غير امم. تمام. ففات المريض قعد معنا الطويفة شي 5 دقائق، بلشت اخذ وقتي مع المريض اساله انمنيزي كامله يعني مثل العاده. بعد ما خلصت الانمنيزي هن بيعطوك انمنيزي بوغن جاهزه، حلو. يعني المعلومات اللي بدك تعبيها بتعرف شو بدك تعبي. حلو حلو اوكي. بعد ما عبيت الانمنيزي بوغن تجي بعدين على الكربلش انتزوخ، كمان في بتكون عندك شيء مثل ستل جاهزه مكتوب فيها انه مثلا باوخ انتزوخونج، بروست انتزوخونج، حلو مشان حلو اوكي. تعبي فراغات بس. بعدين خليت بعدين بعد 5 دقائق البرويفا راح، قام انا فحصته للمريض فحص كامل، فحصته فحص عصبي كامل كونه كما كنت انا بالنيورولوجي. فحصته فحصت الباوخ بشكل كامل، فحصت البروست بشكل كامل، يعني بعدين الاكستريميتيتن. امم. بعدين هو ذكر لي انه كان عنده بالعربي اسمها مثل كان عنده مشكله بالاعضاء التناسليه، كان عنده اوكي. تضخم قلفي، وقال اوكي. لي انه عمل عمليه، ففحصت كمان الاعضاء التناسليه عنده. واهم شيء لازم دائما كل فحص سريري تختمه بس شارجة. بمسج اجباري ديجيتال ريكتال اونترزوخونج، هي اهم شيء. تمام. اوكي. طب بالنسبه للكتاب اللي كنت تكتبه او تمليه يعني كفحص او كانمنيزي، كانت تكون شتيش بوينت ولا لا كنت تكتب جمل كامله؟ اول شيء انه لما بدك تفحص وتعبي هي بتكون شتيش بونكت. اوكي. بدك تكتب الابيكريزه هون ساعتها بدك تكتب نص بتفصيل. كامل. بتفصيل. تماما. وبتستخدم مثلا كونجكتيف اينس هون ولا لا؟ قال ما في مشكله ولا شو؟ انا ما استخدمت الكونيونكتيف ايم صراحه. اوكي. بكثير يعني مشافي يفضل كان ينكتب يعني. صراحه يعني بالنهايه حتى خلال فتره شغلي لمده سنه ما بالنوادر حدا كاتب بالكونيونكتيف اينس، سواء هلا البريفات اللي كانت تجينا من الاوني كلينيك احيانا تكون مكتوبه بالكونيونكتيف اينس بس اغلبها لا. هلا في مشفى صديقي بيشتغل فيه، فبينكتب لما تتاخذ انامنيز من المريض بينكتب كونكتيف اينز حتى يعرف انه هذا الكلام هو كلام مريض. لما يجي الشتاتسوناي اوست وبده يكتب تماما يفحص المريض، فبيكتب بالانديكاتيف حتى يبين تمام. انه انا هذا كلامي انا فاحصه على اكيد يعني. بالانامنيزه ممكن تكتب بالكونيونكتيف اينس، بس انا صراحه ما كتبت حلو بالكونيونكتيف تمام. اينس. اوكي اوكي تمام اوكي. اوكي بالنسبه للقسم الثاني اذا كان في شيء مميز. القسم الثاني اهم شيء صراحه دراسه البروتوكولات كانت جدا مهمه. امم. يعني بيسالوا فيها، اكيد بيطلعوا احيانا عنا شوي. هلا انا مثلا اجاني سؤال من البروتوكولات اللي هو كان النيبنفيركونج للجلوكوكورتيكويد. امم. انا صراحه كنت حافظهم يعني، بس من امم. خلال دراستي بالجامعه انا كنت كثير متعمق بموضوع الاندوكرينولوجي تحديدا. فكنت مو بس انه حافظ، كنت فهمان الاليات اللي بتشتغل فيها. فوالله سالني على الباثوفيزيولوجي تبع كل نيبن فيركونج للجلوكوكورتيكويد، انه واو. مثلا بيعمل اوستيوبوروزي، قال لي شو الاليه اللي بيعمل فيها اوستيوبوروزي؟ بيرفع احسن. الضغط، شو الاليه اللي بيرفع فيها الضغط؟ اوكي. بيعمل مثلا سكري، شو الاليه اللي بيعمل فيها سكري؟ حتى وصل معي لهي لما سالني على السكري البرونزي، قال لي شو السبب انه بيصير السكري برونزي؟ فانا امم. صراحه هي انا بعرفها من لما كنت سنه ثانيه، ومرت معنا المعلومه مرور الكرام انه تمام. بيصير زياده افراز للبريميلانوكورتين، قال لي تماما هي. فهي صراحه كانت شوي اسئله لو ما انا عندي علم فيها بدي اقول له انه والله صعب الحكي يعني. تمام تمام تمام. ايه، اوكي. فالبروتوكولات كانت كثير مساعده، بس كمان بنفس الوقت 50% نيورولوجي هي ما بروتوكولات. اوكي. ف يعني انه بس الحمد لله يعني كان الامتحان سيره جيد جدا جدا. كتير حلو. اوكي فينا نحكي لك حاليا عن مصادر دراستك، سواء كيف حضرت قبل ما تجيك اللجنة وبعد ما اجت اللجنة. هلا اذا مجموع دراستي كلياته، اول شيء ما بدي بالغ واقول لك انه بده دراسه ويا لطيف وبده امم. الواحد يموت حاله. مجموع ما درسته بيطلع 3 شهور. لانه درست بشكل متقطع صراحه برا الاورلاو، كان في عندي ضغط شغل كثير، كنت ارجع كل يوم الساعه 6 على البيت،
ابدا ما كان خرج اني اقعد وادرس. تمام. فمجموع ما درسته 3 شهور. الإنغ ميديسين درسته من الأخ شفيل. الإنغ ميديسين كتاب مم. وما بنصح فيه، هاي أول شغلة. مم. والشيروغي والباقي كله درسته من الأمبوس. اوكي. بالأمبوس في قسم اسمه الكنتنس برويفونج ليرن بلان. هلا هون بدي انبه علي الكل انه في شيء اسمه الام دراي ليرن بلان وفي شيء اسمه الكنتنس برويفونج ليرن بلان. اغلب العالم عم تشوف الام دراي ليرن بلان. اوكي. هي لطلاب الطب. الكنتنس برويفونج ليرن بلان مختصره اكثر. حلو. من الليرن بلان تبع الكنتنس برويفونج درست الشيروغي كلياتها، وبعدين درست الانستيزيولوجي. يعني الانستيزيولوجي مو انه انستيزيولوجي، درست الريانيماسيون، النوتفال ميديسين، هالقصص هاي اوكي. بالامبوس. بس بالنهايه لما قعدت انه بدي راجع بالبروتوكولات او كذا كله من الامبوس، الكل شيء من الامبوس. حلو. اوكي. وانا يعني 150 فعل وهدول تبع النغ ولا شو ما درسنا ابدا؟ ما انصح فيهم ابدا. والله أبداً. ليه؟ فيهم كثير حكي زايد ما له معنى، كثير حكي زايد، كثير زايد. فيهم كثير فيلات ما ضروريه. يعني انا مثلا بتذكر انه درست الملاريا، درست اشتهي بس في ال 150 وفي 50 بظن. هلا ممكن انا الفونسش ما عندي اطلاع عليه. انا درست الاختسش، هذا اللي بيجي بالنص وقتها. اوكي. اختسش و150. اوكي. الاختسش يعني انه كان مقبول نوعا ما، بس كمان في حكي، يعني حكي فاضي ما له معنى. وكثير تفاصيل كمان ما لها معنى. يعني حتى ما بتفيدك لا بالفحص بالكنتنسي، ما بتفيدك كمعلومات نظريه. ليش؟ لانه كثير براكتش، وكبراكتش انت ما رح تعمل هالشغلات اللي عم تقراها. فهمان. يعني تعمل له المريض سنتيغرافي. فانا بنصح شخصيا من الامبوس كافي ووافي لكل شيء. اوكي تمام. وبالنسبه لما اجتك انه من اللي انت كيف بيكون الدراسه وقتها؟ البروتوكولات بعثت هلا هو في ملف البروتوكولات جاهز، بس دائما في بروتوكولات جديده. فانا في ايميل معين بتبعت عليه بتطلب فيه البروتوكولات. طلبت البروتوكولات وجمعت اول يوم جمعت المواضيع كلياتها. يعني اذا بيكونوا سائلين سؤال مثلا على شو بدي اقول لك على الجشت، سؤال واحد بكون درست الموضوع كلياته. تماما. ف يعني جمعتهم كلياتهم وصرت وقتها اقرا كلياتها. الاسئله بتقراها فبتصير بتعرف شو بدك تحفظ، على شو بيركز وكذا. فالبروتوكولات تعتبر هي الرقم واحد اهم شيء. بعد بقى الدراسه لازم تكون من الامبوس. والنهايه كمان الدراسه عباره عن شيء تجميع، سواء سريري انت هو انت بعد ما تعمل الفحص بتكتشف من وين كان لازم تدرس وشو كان الافضل لتدرس. بس بيكون وقتها اللي فات يعني. فانا بعد الفاخ وقتها فهمت شو كان لازم ادرس بالفاخ، وبعد الكنتس فهمت تماما انه مثلا هون ما كان لازم اعذب حالي بهالقصه وهون كمان. فالموضوع موضوع نسبي، بيختلف من شخص لشخص، بيعتمد على معلوماتك بالجامعه. هل انت تركز معلوم؟ هلا انا مثلا تعبت كثير بدراسه الجراحه، تحديدا الاورثوبيدي، لانه انا بعد الجامعه انا عملت عينيه كثير بعيده عن الاختصاصات كلياتها العينيه. الانري ميديسين كانت معلوماتي فيها قويه، بس الاورثوبيدي كانت معلوماتي فيها كثير سطحيه. فتعذبت بدراسه الاورثوبيدي. بينما الباقي هلا الريانيماسيون وهالقصص هي تعلمناها بالريها كلينيكوم اللي كنت اشتغل فيها. كان في عندنا اوبا انستيزي، كان تقريبا كل اسبوع عندنا نوتفال كورس يعلمنا اياها هالقصص. حلو. اوكي. طيب اوكي، نحن بعد ما انتهى الامتحان خلينا نحكي هلا حاليا ايمتى بيجيك الاوباسيون، او انت ايمتى بتقدم على الاقامه وهالكلام هذا بعد الامتحان؟ بعد ما نجحت بالفحص بشي 4 ايام بعثت لي الموظفه انه وصلني اليوم انه نجحت بالفحص. طلبت مني Führungszeugnis النتيجه بتاخذها انت بعد الامتحان فورا، لكن نفس اللحظه. تمام، لكن كبريف بيوصلك بعد 4 ايام. اوكي. لا مو كبريف، كايميل. ايميل بيوصل. اوكي. انه بدنا Führungszeugnis Beleg Art O ärztliche Attest، وورقه هي بتبعت لك تسيتل انه لتطبعها وتوقعها، بما معناه انه انت ما عليك اي مخالفات. اوكي تمام. انه ما عليك اي مخالفات. تمام. وبعد منها بدك تنتظر.
اوكي. فترة تسليم الابروباسيون بناء على تجارب الاشخاص اللي سالتهم قالوا لي بتتراوح بين الشهرين ل3 شهور لحتى يبعثوا لك اياه. امم اليوم مثلا اليوم وصلتني شهاده من اللاندسبروفungsamt انه اوركوندي انك انت نجحت بفحص الكنيسه. حلو حلو. انت على اساسها اخذت الشتله الجديد يعني ولا؟ انا صراحه وقعت الشيله الجديده، وقعت العقد قبل ما انجح بالفحص، يعني كان قبل ما اخلص الفحص. حلو، يعني انت اخذته على البيروف يعني انه حلو. تماما. لكن بس انت ساعدني بالموضوع انه كشتله عينيه، ساعدني انه انا مشروع تخرجي كان بالعينيه، وبعد منها عملت سنه عينيه، فانه يعني عندي فكره انا وين رايح، وما مضطر رايحين يعلموني كل شيء من الاول. فشتي. وطب انت هلا حاليا رح تشتغل على كابروباسيون ولا لا لسك على البيروف لبين ما انت عن جد تاخذ الابروباسيون؟ لما بتبلش شغل على الابروباسيون بقى بيصير انه gerechnet كفايتا بيلدونج سايت، فشتي. بتوقع تماما، فبتوقع انت على مجموعه اوراق بتنبعت للي بيسموها الكافاو، كان ينحسب كفتره اختصاص. هلا هنون بيطلبوا انه نسخه من الابروباسيون بجلاوبه كوبي. فشهاده النجاح ما كافيه. اسا ما سالت صراحه انا، لانه اليوم اسا وصلتني الشهاده. اوكي. بدي اعمل عنها بجلاوبه كوبي وبدي ابعتها لبين ما يجيني الابروباسيون. بس اوكي. هنهم كاتبين انه انت لما بتطلب الفيتا بيلدونج سايت انه لحد 6 ل 8 اسابيع بعد ما تبلش الشغل فيك تتبع انه بتنحسب، يعني حلو بتنحسب حلو 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 حلو. يعني حتى لو بعتها هلا ولك 6 من اسابيع يعني بتنحسب من ضمنها يعني حتى. تماما، بشرط اني ابعت خلال هال6 ل 8 اسابيع ابعت الابروباسيون. حلو. هلا ابعت نسخه عن انه انا نجحت بالفحص وصار معي ابروباسيون. ممكن اذا مش تنتبه. اذا مش الحال مش الحال، ما مش الحال بدي انتظر. حلو حلو. ممتاز. بظن احنا وصلنا تقريبا لاخر شيء فينا نحكي هلا حاليا كنصائح، سواء من بعد الفاخ او سواء كاختصاص. فيك تحكي شيء حلو انه انت ما اخذت شيء او اخذت شيء اكوت يعني، بس انه ريها يعني تعتبر في عالم مثلا بتاخذ انغي، في عالم بتاخذ مثلا هلا انا شيغوغي يعني. ما حدا، يعني انا هي نصيحتي، هي كان رايي الشخصي، انه ما بيصيروا على اكوت. اول شيء لسبب انه انا ماني حاطط الاختصاصات الاكوت ببالي، انا حاطط العينيه كان ببالي، هي اول شغله بعدتني مباشره عن الاكوت. ثاني شغله لانه بالاكوت في ضغط شغل كبير، يعني ما لنا مضطرين نفوت نحن اول ما عم نتعرف على السيستم بالمانيا نفوت بهالقوه هي. تماما. انصدم، انا بلشت صح بفرو ريها شتاسيون، يعني نحن عندنا الريها كلينيكوم تبعنا كان فيها كل شيء ما عدا النوتفا الاوفنامه. ما كان عندنا اسعاف، بس الفرو ريها شتاسيون هن عباره عن شتاسيون باكوت كرانكن هاوس. كان عندنا باتمونز شتاسيون فيها منافس، يجينا مريض على المنافس وكل هالامور. اوكي. فكان في ضغط شغل، بس بنفس الوقت هي ريها، تمام. يعني ما بتاكل هم اسعاف، عرفت علي؟ فهمان. انه يحاول الواحد يدور على شتلة ريها. ورغم هيك انا صراحه ما، يعني عم اقول لك لولا الاورلاوبات انا ما كان فيني ادرس. هلا في الريهات الثانيه اللي فيها بنسميها الفازة سي والفازة دي، اللي هن المرضى بيكونوا كثير مستقرين وكثير امور بيكون كمان هاي الشغل فيها اقل بكثير. مشكلتها انه رواتبها بتكون اقل، يعني نحن لانه نعتبر اكوت كرانكن هاوس كانت رواتبنا مثل مثلا الاوني كلينيك بهالسبيكتروم هذا، بس مثلا اللي بيكونوا فازة سي وفازة دي هدول رواتبهم بتكون اقل. فشتي. طيب اوكي، اذا مثلا شخص اشتغل اكوت لكن اكوت انغي ميديسين مثلا، ما راح يكون شيء كويس تحضير للكتنس وولفنج؟ هلا هو كتحضير بده يكون كثير منيح، بس بنفس الوقت انت ما تنسى فحصك مو كله انغي ميديسين. صح. بس انه لا. بس كمان بدك ما تنسى شغله، انه انت عندك مناوبات، ضغط شغل مرعب. هلا نحن كان عندنا مناوبات، بس انا كان بالشهر عندي 3 مناوبات. اوكي. 3 مناوبات، كل مناوبه 24 ساعه، ومناوبتك رايقه جدا. يعني اسوء شيء ممكن يصير انك تعمل ريانيماسيون لمريض، وهي بتصير مره بالمناوبه. بينما انت لما بتكون مناوب نوتفا الميديسين او مناوب شتاسيون انغي ميديسين، موضوع كثير مختلف من ناحيه ضغط الشغل. طيب اوكي، ما دام انت رح تكون كل هي الفترة غالبا أول فترة تبعت البروبت سايت أول 6 شهور، حتى لو أكوت أنت أصلا بظن غالبا ما رح تاخذ لا مناوبة ولا رح أصلا تنزل على إسعاف، فإنه رح تكون غالبا أول 6 شهور شيء حلو يعني. الموضوع بيعتمد من مشفى لمشفى حسب حاجته للأطباء، يعني أوكي. في مشافي بتنزلهم بعد شهرين، في مشافي بعد شهر، أوكي.
اطباء يعني مثلا احيانا بيكون ما عندهم اطباء، يعني بدهم حدا بالاسعاف، فبتبي ينزلوك اسعاف، ما لا مشكله. فهمان. اوكي، يعني هي اول نصيحه. طيب اوكي، النصائح الثانيه مثلا خلال فتره التحضير هذه، شو ممكن الواحد يسوي شيء ثاني غير انه شو اختيار الاختصاص؟ يعني الواحد اهم كمان اللغه، موضوع اللغه كثير 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 مهم، كثير مهم. يعني كثير بيركزوا على لغتك، مو بشكل مباشر، بس لما بيشوفوك عم تحكي منيح وعم تفهم منيح وعم تكتب منيح، كثير هي تعتبر بونص لإلك. تماما. يشتغل الواحد على موضوع اللغة. كمان مو الحياة ما كلها امتحانات، فما يفني الواحد حياته بالامتحانات. يعني بنفس الوقت ايه صح هذا امتحان وكذا ومهم كتير، بس كمان مو كل الحياة يعمل الواحد يتوتر مشان انه امتحان وما امتحان. حسب تجربتي اللجنة ما أنا جاية لحتى ترسبك، الواحد ما يحط الموضوع براسه، اللجنة ما أنا جاي لحتى ترسبني، بالعكس يعني اغلب لجان زاكسون حسب ما عرفتي اغلبها كتير كويسين وكتير يعني انه بيساعدوك، بدهم اياك تنجح. فهمان. وبالنهاية الموضوع تجربة شخصية، ممكن اه اللجنة اللي رتبت رفيقك نجاح. تنجحك انت بنفس المعايير، عرفت صح علي؟ صح. لا، ما هي المشكله، هي المشكله بالامتحانات الشفهيه انه عباره عن راي، يعني بالنهايه ما في شيء معايير ثابته مثل امتحانات كتابيه يعني. تماما. يعني الموضوع كتير متغير. ف يعني الواحد اول شيء ما يعطيه اكثر ما بيستاهل للامتحان. صح هو امتحان الكنتس بروفون كثير مهم، بس ما يعطيه اكثر ما بيستاهل. الواحد يعمل اللي عليه، يدرس يعني بالنهايه يختار مصادر دراستك. انا هي اعطيت رايي الشخصي، ممكن حدا تاني يرتاح بكتب الفيلات. صح اليوم مريحين انه لا انا بحب هالنمط من الاسلوب صح والدراسه اكثر. صح فساعتها يعني انه الموضوع شخصي. وبالنهايه ما تقارن، كمان هي كثير شغله مهمه، ما تقارن حالك بحدا تاني. ما ضروري اذا حدا كانت تجربته سيئه كثير كثير او منيحه كثير كثير تكون تجربتك نفس الشيء. صح. وكمان لا يقارن حاله كل حدا عاش ظروفه، مر بشغل بظروف صح معين، صح اشتغل شغل معين، فكل صح. حدا له اموره. الواحد يعني انا هي كنت دائما من ايام الفاخ انه انا باخذ تجارب العالم فقط للاستئناس، مو لحتى تمام اقول والله انه تمام. ليش عمل هيك وفلان انا لازم اعمل. لا لا لا، صح كل واحد صح منا له صح. تجربته الخاصه. وما مهم، المهم انا بشوف شو اللي مناسبني اكثر شيء وبعمله. لو الأهم من الموضوع كله إنه أنت عم تحكي كقاعدة عامة صحيحة، وزائد القاعدة العامة الصحيحة أنت عم تبقى بالدوشلاند اللي هي عبارة عن كل موظف شكل، كل ولاية شكل، كل مكان تماما شكل. فأنت تماما حرفيًا أنت أوكي رح تسمع سواء تجربتي أو تجربة الدكتور محمد أو تجربة أي حدا، وتستفيد تاخذ شيء حلو، لكن بالنهاية أنت رح تصنع تجربتك الشخصية، تجربتك الخاصة اللي مختلفة عن أي حدا بالدنيا. تماما تماما. كثير الموضوع مختلف من دكتور للثاني، من شخص للثاني. بألمانيا الموظف نفسه ممكن يعجز صح الواحد، كده. يمشي امور واحد. صح كده. نفس الامور. وبالنهايه تجارب الاشخاص كلياتها للاستئناس، مو لحتى طبقها على حياتي. كل واحد مننا عنده بالحياه ظروفه. صح أه أه وبس يعني. وانا حسب رايي يعني، حسب ما شفت البروتوكولات وحسب ما شفت التجارب، يعتبر فحص الكنتنسي بزاكسون متوسط الصعوبه لخفيف، يعني انه مو سهل ولكن متوسط الصعوبه، بس ما مو صعب يعني مثل ما بنسمع فاهمان بالنورد راين ولا. فهمان. فحص جدا منطقي ومعقول، طالما معلوماتك منيحه ودارس منيح، فالنجاح بنسبه 99% راح يكون لإلك. قشطة. مشكور كتير كتير كتير. فيديو رح يكون الحمد لله غني، يعني سواء بتجربتك أو سواء بمصادر أو سواء بكل شيء حكينا عنه إن شاء الله. في أي شيء مثلا ممكن شخص ما نسيناه مثلا إنه ما سألنا عنه رح يسألنا عنه بالكومنتات، ممكن نحن نجاوبه بالمستقبل. أوكي. اكيد. طيب وان طيب شاء الله بالتوفيق للجميع. كمان بموضوع النطرة على الفحص، ما حدا تكون بصلته محروقة، ما نسيانين حدا، وكل حدا كل حدا جاي الدور. تمام إن شاء الله. ألف ألف مبروك مرة تانية، ومشكور جدا جدا. شكرا كثير وبالتوفيق للجميع. عيوني كل التوفيق. باي باي. باي.